ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ سهلة وبسيطة جدا. جزازة برادة انا اتكسرت فاستخدمتها، مرضتش ارميها واستخدمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا نشوف عملنا الفكرة دي ازاي مع بعض. في البداية هنا انا جبت دي جزازة مية بتاعت مبرد مكسورة معايا، فانا قلت استخدمها اهي. بصوا، فانا قلت استخدمها في الفكرة دي. بصوا هنا هشيل الجزء اللي من فوق ده بسكينة حادة، ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا عملت فتحات بالشكل اللي انتم شايفينه ده بالكاوية او بالسكينة بالطريقة دي. هنا جبت تربة موجودة في الزرع او ترى، احنا بقول عليه ترى عندنا بالشكل ده. بعد كده هبدأ احط هنا بس كده. جبت البصل بالشكل ده اهو. كده كل فتحة احط بصلة بالشكل ده، واحط تاني من التربة دي. لا احط على كده وهبدأ نفس الفكرة بالشكل ده اهو، وردم واحط طبقة تانية وردم بالشكل ده. هنا فتحت فتحة هنا في النص بايديا وحطيت المية. كل فترة كده هسقيهم بالمية، هنشوفهم مع بعض. كده البصل بدأ ينبت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بصوا البصل بدأ ينبت ازاي اهو. ايه رأيكم في الجمال؟ ولسه بصوا، دي تزرعيها لو معكيش ارض او تربة، تزرعيها في البلكونة او فوق السطح، تحفة بجد. انا يا جماعة هاكل بصل لسه البصل ما طلعش في المنطقة اللي عندنا، لسه البصل ما طلعش، فانا هاكل بصل اول واحد. بصوا ماما بحبه يعني. ايه رأيكم حبايبي في الفكرة دي؟ تحفة، طريقة سهلة وبسيطة خالص. مش محتاجة أرض. ممكن تحطيها تزرعيها وتحطيها في البلكونة أو فوق السطح في أي وقت أنت محتاجة بصل أو أي خضرة، مش لازم بصل بس، يبقى معاكي في البيت. أتمنى لو عجبتكم الفكرة دي شجعوني باللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. هاخدكم جولة كده بسيطة لجنينة البيت اللي زارعين فيها منجة، زارعين فيها تين، زارعين فيها الليمون، ده غير النخل طبعا.
زارعين فيها الجوافة. زارعين فيها اليوسفي. استغلينا الأرض، زرعناها كلها بصل. بصوا منظر الخضرة صراحة روعة. اللي معهوش أرض زي كده يزرع طريقة البصل اللي عملتها معاكم في البلكونة أو فوق السطح. ممكن براميل كبيرة تقسم نصين، البرميل تزرعي كل حاجة انت نفسك فيها. ممكن تزرعي الطماطم، الخيار، جرجير، كزبرة، يعني الحاجات دي كلها. كده حبايبي انا صورت معاكم جنينة البيت، زرعت معاكم طريقة البصل. ممكن تزرعوه من غير جنينة. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، دعمونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.